قد سمعت عن جريمة بدأت بكلمة وانتهت باعتراف يهز بلد. في قصة صارت في البحرين، الكل صار يتكلم عنها، بس اللي ما تعرفه هو وش كان ورا الجريمة فعلا. القصص ما هي بس حكايات، أحيانا تكون مراية لوجوه ما نبغى نشوفها. واللي صار في قرية الشاخورة مو بس جريمة، هذه حكاية ناس وأسرار وانكشاف. في البحرين تحديدا في الشاخورة طلع خبر يهز المجتمع. رجل قتل بطريقة غامضة، والجميع كان يظنها حادثة عادية، لكن جلسة المحكمة الأولى قلبت كل شيء. الجاني وقف واعترف بجريمة كانت مخفية وراء ستار طويل من الكتمان. ليش وكيف؟ هذه البداية فقط. الجريمة ما كانت لحظة غضب، كانت تخطيط وانتقام. الجاني راقب الضحية أيام، اختار الوقت والمكان وهاجم بسلاح أبيض. الهروب ما تم، لأن الظلم مهما طال لازم يتكشف. التحقيقات بينت إن فيه دوافع أعمق، قضايا قديمة، علاقات مشبوهة، وثأر شخصي. بس المفاجأة الرسالة اللي لقوها في بيت الضحية مكتوبة بخط يده: إذا صار لشيء الحق فلان هو السبب. الشرطة بدأت تحفر وراء الكلام، ولما وصلوا للحقيقة انصدم الكل. اللي انمسك ما كان مجرم عادي، كان جزء من شبكة أكبر، والضحية كان يعرف أكثر من اللازم. في بعض القصص الدمعة تسبق الكلام، وفي جريمة الشاخورة الصوت اللي ما أحد يصدقه صار هو مفتاح الحقيقة. لو شدتك القصة اكتب رأيك تحت. تتوقع كم جريمة باقي ما انكشفت؟ وشارك الفيديو مع اللي يحبون القصص الواقعية اللي تقشعر البدن.